النهارده هنتكلم مع بعض عن صفقة الأهلي الجاية. رضا سليم واللي هو بنسبة 90% اللاعب خلص وجاي النهارده للكشف الطبي، وبكره بإذن الله ولا بعده بالكتير قوي الأهلي هيعلن عنه، وهنتكلم مع اللاعب عن أبرز النقط الإيجابية والسلبية عند اللاعب، وهل هو مفيد للأهلي ولا لا. وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. لعب الموسم ده مع الجيش الملكي 28 مباراة، صنع 14 هدف وسجل 13 هدف، ساهم في 27 هدف من اصل 28 ماتش. ده رقم مميز جدا للاعب بيلعب جناح، مش مهاجم ولا هو صانع العاب، هو جناح، وهو يعني ايه، هو الطب في الفرقه بتاعته. فانت تكون بتتكلم في لاعب عنده 24 سنه وعنده الشخصيه دي في الملعب، وهو قادر ان هو يقود الفريق بتاعه ان هو ياخد بطوله، ولا هو يطلع الفريق بتاعه من بعد 15 سنه بيخسر الدوري يخليه ياخد الدوري، ولاعب لسه عنده 24 سنه. فدي نقطه مميزه جدا من وجهه نظري، ان انت جايب لاعب زي دوت. رضا سليم مركزه الاساسي جناح يمين، بس هو كتير بيحب يسقط للعمق ويستلم ما بين الباك الشمال مثلا والسيرد باك، بيحب ينزل للعمق هنا ما بين الاثنين لعيبه دول ويستلم. ودي الحاجه اللي بيحبها كولر جدا يعملها مع حسين الشحات وبيرسي تاو، ان هو يخلي الجناح يسيب مكانه خالص للباك اليمين ولا الشمال، يسيب يطلع هو، والجناح ينزل هو يستلم في العمق. هو مميز جدا في الحته دي، وبيعرف يلاعب الفرقه كلها من مكان زي ده، وبيعرف يقوم بدور صناعه اللعب بطريقه مميزه جدا. فدي كده تاني ميزه عنده، وانا شايفها من وجهه نظري دي اهم ميزه. الراجل ده مهاري جدا وايجابي جدا جدا على الجول. ازاي؟ يعني انت عندك احمد عبد القادر بيكهام بيعمل كل حاجه في الكوره، بس انت تيجي طول السنه، تيجي اخر السنه كده، احمد عبد القادر انت عملت ايه مع الاهلي؟ ما عملتش اي حاجه. ليه؟ لان انت لاعب مش ايجابي. لكن لما انت تكون لاعب مهاري جدا ومميز وايجابي في نفس الوقت على الجون، بتيجي مثلا جات لك فرصه تشوط بنسبه 10% هتيجي جون، وجنبك لاعب تاني هو متاح له اللي هو يجيب جون اميز منك، انت بتديله الكوره ما بتأننش. دي حاجه انا شايفها مميزه جدا عند اللاعب، ودي برضك من اهم مميزات اللاعب. وانت حاجه مفتقدها في الوينجات بتاعتك، ان هو اللاعب الايه، بيلعب عرضيات كتير. فانت هنا ايه، على طول اول لما اقول لك بيبعت عرضيات كتير تفتكر ايه؟ لازم يكون عندك مهاجم تقيل في قلب ال 18 هيدر، يكون بيعرف يلعب براسه كويس جدا. وعد بقى الاجوان اللي هتيجي من رضا سليم والمهاجم ده. هو بيبعت عرضيات مميزه جدا بالمقاس، بس عايز حد يكون في قلب ال 18 مميز جدا. وانت ما كانش عندك اي حد في الفرقه كلها بيلعب بدماغه حلو غير حمدي فتحي وخرج للواقع القط. فانت لازم تبقى حاطط في حسبانك ان المهاجم اللي هيبقى جاي يكون هيدر بنسبه 90%. الكور الثابته، انا لو قعدت اشرح لك قد ايه اللاعب دوت مميز في الكور الثابته، اذا كانت عرضيات ولا ضربات جزاء ولا فاولات، فهو انا مش هديله حقه. بس بجد كواليتي لاعب في العرضيات فظيع جدا. شفت يحيى عطية الله في الوداد؟ شفت الفاولات اللي كان بيحطها جوه ال 18 لما كان بيلعب الاهلي في النهائي؟ اهو دوت والله من وجهه نظري بيلعبها احسن من يحيى عطية الله. بيلعب عرضيات مميزه جدا وبالمقاس، وهي دي الحته اللي انت بتفتقدها في الفرقه. ما عندكش غير معلول، غاب معلول، ما عندكش اي لاعب بيلعب كوره سهله، ولا بقى ركنيات ولا فاولات ولا ضربات جزاء يعتبر. ونرجع تاني لشخصيه اللاعب، وهثبت لك دلوقتي هو قد ايه اللاعب ده مميز وقد ايه اللاعب ده صاحب شخصيه. كان في ماتش في اخر الدوري، اخر ماتش ما بين الجيش الملكي واتحاد طنجة، والجيش الملكي محتاج يكسب الماتش دوت وياخد الدوري. والناحيه الثانيه كان الوداد ده عنده ماتش، لو كسبه واتحاد طنجة كسب مثلا الجيش الملكي او اتعادل معاه، فيبقى الوداد خد الدوري. يبتدي الماتش في اول 10 دقائق يجي ضربه جزاء للجيش الملكي، يخش رضا سليم يحطها جول. في الدقيقه 18 اتحاد طنجة يجيب التعادل. يجي بعد كده رضا سليم يجيب جول جميل جدا، ويبقى الجيش الملكي 2-1 وياخد الدوري. الناحيه الثانيه الوداد كسبان وهنا الجيش الملكي كسبان، انت خدت الدوري. يجي في الدقيقه حاجه و70 اتحاد طنجة، مش فاكر قوي في الدقيقه كام، اتحاد طنجة يجيب التعادل. كده اصبح الجيش الملكي خسران الدوري. يخش بقى صلاح الدين الايوبي، رضا سليم يعني، ياخد ضربه جزاء في الدقيقه 91. تشوف بقى طريقه تسديد اللاعب ده لضربه الجزاء والهدوء، تقول ان انت اصلا واخد الدوري من 5-6 ماتشات فاتوا. يعني ايه؟ يعني انا ما شفتش لاعب داخل شوط ضربه جزاء حاسمه زي كده، والجماهير بتاعتك ماليه المدرج، وانت لو ضيعتها هتخسر الدوري، وتخش تحطها بهدوء قوي كده وتبقى واثق من نفسك قوي كده وتجيبها جون وتحسم انت الدوري لفريقك، اللي انت تجيب جونين وتصنع جول. فانا دي اكبر حاجه تثبت لك ان هو لاعب صاحب شخصيه. اي لاعب مكانه يتهز. مثلا احنا عندنا علي معلول في، مش فاكر في ماتش ايه،
كان ماتش مهم برضه، ساب ضربه الجزاء لقفشه يشوطها، ماتش فيوتشر. علي معلول كان المفروض كانت خلاص اخر دقيقتين في الماتش وكان 1-1، وعلي معلول ساب ضربه الجزاء لقفشه عشان يشوطها وقفشه ضيعها. علي معلول خاف ان هو يخش يشوط ضربه الجزاء، او هو ما رضيش ان هو يخش يشوط ضربه الجزاء عشان مثلا ما تضيعش ويبقى هو اللي ضيع الثلاث نقط. فطبعا قفشه دخل ضيع الثلاث نقط عادي. يبقى انت لاعب صاحب شخصيه ومتعود على الضغط الجماهيري وعندك جماهير كبيره، ودي حاجه انت مجربها في علي معلول، ان انت تبقى جايب لاعب تحت ضغط جماهيري جامد وشرس. يبقى انت ما يجيش اللاعب مثلا يبقى تحت الضغط الجماهيري هنا عندك وتقول اصل الضغط الجماهيري تقيل عليه. لا، انت جايب لاعب عنده جماهير كبيره، عنده جماهير كبيره جدا في المغرب، لاعب تحت ضغط جماهيري كتير وحسم الدوري تحت ضغط الجماهير برضه، فدي حاجه مميزه. ولينا في علي معلول مثال. نقطه كمان عند اللاعب ان هو مميز جدا في الواحد على واحد. يعني اللاعب دوت لو هو مثلا في الجناح وداخل عليه الباك، هو يعرف يعدي منه ويعرف يلعب لك العرضيه او يلعب الكره لبره او يشوط. هو مميز في الواحد على واحد، ما بيجيش مثلا يخش عليه لاعب ويتخض مثلا زي طاهر. انت تخش عليك لاعب انت عايز تعمل كل حاجه في الكوره، لا، انت لاعب مميز جدا، بتعرف تعدي من واحد على واحد، بتعرف تعدي وتباصي، تعرف تعدي وتشوط، عندك حلول كتير. فده حل للفرق اللي بتركن الاتوبيس عندك في الدوري المصري. اي فرقه بتركن الاتوبيس انت ما بتعرفش تتعامل معاها بسبب ان انت ما عندكش لاعب واثنين وثلاثه مهاريين وايجابيين. انت عندك اللعيبه المهاريه بس عندك منهم لعيبه مش ايجابيه. عيوب اللاعب بقى من وجهه نظري اللي هي انا شايفها في حاجه صغيره جدا، وكولر قادر ان هو يطور منها كتير، ان هو الارتداد الدفاعي. هو في الارتداد الدفاعي شبه ما بيرجعش اصلا يدافع، ودي حاجه انا بحسبها له وبحسبها عليه. ازاي؟ يعني انا بقول مثلا هو نجم الجيش الملكي، نجم الفريق بتاعه، فممكن يكون المدرب اصلا مش مديه تعليمات ان هو يدافع. انت خليك قدام على طول، الفرقه هترمي الكوره عليك، امسك الكوره امسك الكوره واشتغل انت على الجول. فانا شايف ان كولر يقدر يديله تعليمات بالدفاع، وهو من الناحيه البدنيه كويس جدا وسنه لسه صغير، قادر تطور منه وتعمل منه كل اللي انت عايزه. ودي انا واثق جدا ان كولر هيعدلها فيه، وانت عندك مدير فني فاهم بيعرف يطور من اداء لعيبتك، وان هو اصلا رجع لك الجيل اللي اكتسح الاخضر واليابس دوت. نص الجيل ده انت كنت عايز تمشيه. يعني انت كنت تسال اي واحد اهلاوي قبل السنه دي ما تبدا، قول له انت عايز تمشي مين من الاهلي؟ لو ما عدلكش 10 او 11 لاعب يمشوا يا بحق، تعالى بقى قول له هات ال 10 ولا 11 اللي كنت عايز تمشيهم دول، هتلاقي نصهم بيلعب دلوقتي اساسي في الاهلي. تقييم اللاعب او تقييم الصفقه من وجهه نظري، الصفقه تاخد 8 من 10، وده رقم ممتاز جدا مش وحش. ليه بقى 8 من 10؟ لاعب لسه صغير 24 سنه، لسه معاه 10 سنين على الاقل يلعب معاك كوره فيهم، ده لو انت ما بعتهوش بعد سنتين ولا ثلاثه لاي نادي بره. لاعب جاي لك بيلعب تحت ضغط، مش هيفرق بقى معاه ضغط جماهيري، جماهير في الملعب مش في الملعب، الجماهير ماليه الملعب، كل دوت مش فارق معاه. لاعب مميز جدا من الناحيه الهجوميه، لاعب مسدد ضربات جزاء وفاولات والكور ثابته عامه، مميز جدا. انت ما عندكش 2 3 لعيبه بيلعبوا كور ثابته في الاهلي بطريقه مميزه. ليه بقى 8 من 10 ومش 10 من 10 ولا 9 من 10؟ لان ده لاعب لسه ما عندهوش خبره في افريقيا كبيره. يعني هو لسه اول سنه تقريبا يلعبها مع الجيش الملكي في الكونفدراليه، والحته الدفاعيه بتاعته ديت لو كولر قدر يعدل منها ويخليه مميز فيها، فانت هيبقى عندك جناح يمين مميز جدا ما عندهوش سلبيات، كورته كويسه، يعرف يطلعك بالكوره، يعرف يعمل كل حاجه. ساعتها نقدر نديله 10 من 10 لما يتاقلم مع الفرقه، ياخد على الجماهير وعلى الجو الافريقي، ويبقى في تناغم بينه وبين اللاعب. وبس كده. لو وصلت معانا في الحته دي في الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنى الحلقات الجديده. سلام.